السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من يوميات غدا وندى. أتمنى كده في بداية الفيديو تعملوا لي بقى لايك واشتراك للقناة. تمام، ودعموني كده، ولو عايزين أي أسئلة أنا تحت أمركم. أنا بس حبيت أجيب لكم شوية أسعار من السوق اللي هي بتاعت اليوم يعني. هنزل لكم طبعا الفيديو في نفس اليوم عشان بس تبقوا مواكبين الاسعار وكده. طبعا احنا عارفين بقى موسم رمضان داخل، كل سنه وانتم طيبين. يا رب يعود علينا باليمن والبركات، علينا وعلى جميع المسلمين، اللهم امين. ويحفظنا من مرض الكورونا يا رب. و... ويبعدوا عننا يا رب، ويحفظ مصر. ادخلوا مصر امانين ان شاء الله. فالحاجة كلها بتغلى من استغلال بقى تجار، من موسم بقى ودخلة رمضان. الخضار، المواسم بقى اللي بتخلص فيها الخضار بتاع الشتاء. يعني كذا عامل بيخلي الحاجة تغلى. وطبعا الطماطم حبيبتنا دي بالذات بتغلى في رمضان جامد جدا، بتوصل ل15 و10 واكتر من كده. وانتوا كنتوا فاكرين برضك ايام الليمون لما كان الليمون ب100 جنيه و90 جنيه. المهم ربنا يحفظنا يا رب، والغلا ده ينزل شوية علينا كلنا يا رب. ويحفظ مصر يا رب. المهم، فانا حبيت بس اقول لكم شوية مشتريات كده بسيطة، واقول لكم شوية معلومات. اول حاجة هبتدي بيها اللي هي الطماطم. الطماطم كانت في 3 ب10 بس. اللي هي ممكن تكون صفرة شوية، مش طرية، تمسك الطماطمية نفسها طرية. وفي يعني دي اللي موجودة في السوق كلها، اللي هي الأربعة ب4 جنيه، كيلو ب4 جنيه. يعني ال2 كيلو ونص ب10. فطبعا انا بقى حبيت برضك حاجه بتسعف وفي نفس الوقت حاجه بسيطه. يعني انا مش جايبه كتير، انا جايبه 5 كيلو حلوين بس. يعني لو استهلاك عيله كبيره مش هيكفوا، لان دول هيتقسموا على كذا كيس وعندي انا. وهفرزوا معاكم الطماطم. فانا جايباها للتفريز. طبعا هي حمرة دم زي ما انتم شايفين اهي، جميله جدا اهي. حلوة، ماسكة، مش مهرية ولا حاجة. بس ايه يعني الطماطم حلوة، حلو ان هي تعمليها في الموسم دوت، تفرزيها وهتنفعك في رمضان. تبقي تجيبي بس الطماطم ساعتها تبقى فريش، غالية للسلطة مثلا. ورمضان طبعا بقى السلطات وكده وكده كده احنا بناكلش ايه يعني. عامة الواحد بيبقى صايم، ما بيفطرش كتير يعني. هو السحور الضغط عليه بيبقى، والزبادي والكلام ده. يا رب كل سنه وانتم طيبين يا رب. ماشي، حبيت اقول لكم بقى الاسعار. ده الكيلو الطماطم ب4 جنيه. حلو الكلام. في طبعا لو انت عايزه تفرزي اقل من كده في سعر اقل. بس الطماطم مش عاجباني، انا منقيه الطماطمايه. تنفع كل حاجه، تنفع سلطه، تنفع حمرا دم، تنفع صلصه، تنفع كله. فهي انا بحب الحاجه تكون ايه، مظبوطه. ما بحبش اجيب بالذات الطماطم اللي هي آه، مهريه او اللي هي بتبقى بايظه دي. بخاف بامانه. مش بحب ان هي بتبقى مستويه دي خالص. بخاف. ده انا التعود اللي انا متعوده عليه. ممكن يجي فيها دود، يجي فيها مكروب، على ايه طعمها يبقى متغير. ملوش لازمه. وربنا يا رب يكرم الجميع. المهم، خلاص زي ما قلت لكم ده كيلو الطماطم ب4 جنيه. حلو. هنا عندي الفلفل الالوان. هو مش عارفه ايه اللي يعني كان اقل من كده بس غلي ب16 جنيه. يعني ده جايبه نص ب8 جنيه. تمام. تمام. ده البروكلي، طبعا كلنا عارفين البروكلي اهو. البروكلي ده عارفينه طبعا. طبعا مغذي وفيه فيتامينات عاليه جدا. وحلو للي عندهم برد برضك. يتاكل في سلطه، يتسلق مع شوربه الخضار، يتحط مع الخضار السوتيه. يعني البروكلي يتاكل كده. فالبروكلي طبعا انتوا عارفينه. الكيلو ب10 جنيه. وهو كمان شايل لي الايه، بصوا. شايل لي اللي هي الجذع بتاعه دوت. وبرضك يعني انت بتطلبيه منه، هو كده كده مش بيوزنهولك. بتطلبيه بيتقشر زي الخيار كده، وبتبشريه في السلطه. تمام. اهوت. ماشي. ده الكيلو ب10 جنيه. ده وزنه كيلو ويمكن وربع. هو الراجل كويس معايا وقال لي هدوها لك ب10. يعني هي دي كيلو وي. حلو. ماشي. ده الفجل اللي هو الاحمر. تمام. دي الحزمه مع بعض كده، بس انا طبعا قطعت العروش بتاعتها. الحزمه فيها 4 وحدات اهم. عاملين 5 جنيه. حلو. حلو. الليمون. الليمون برضك حلو جدا. الليمون عامل 8 جنيه. النص ب4. انا جبت دول نص بشويه. 5 جنيه. حلو الكلام. طبعا البنجر هنعوزه بقى ليه، انا جبت البنجر ليه.
طبعا بقى البنجر باستثناء فوائده الرهيبة من ناحية الدم والأنيميا، وهو فوائده جامدة، بس أنا برضك جايباه لسبب. جايباه عشان هوريكم وأنا بفرز الطماطم. هحتاج البنجر ده للطماطم، هقولكوا هنعمل ايه فيها واحنا بنفرز الطماطم، هقولكوا افرزها كام ودي ازاي، ودي احسن طريقة لتفريز الطماطم. تمام. تمام. يبقى احنا عايزين بردك منجر لتفريز الطماطم. اللي عايز بقى يفرز طماطم اما انزلكوا الحلقه، تجيبي طماطم وجيبي بنجر نص كيلو. نص كيلو هيعمل 5 جنيه، هو الكيلو البنجر ب10 من غير عروش برضو. يعني لو لقيتيه ارخص عندك بعروش براحتك، بس ده كده وزن كده لوحده كده، الثمره كده لوحدها بكيلو ب10 جنيه، النص ب5. حلو الكلام، حلو. طبعا وطبعا انتوا عارفين المشروم الفريش بينفع في الفراخ، بينفع في الاكل، مفيد ومغذي، في شوربة الخضار برضك بيبقى جميل جدا. المشروم ده عامة بيتباع ب20، انا على طول بلاقيه ب20، ما بينزلش عن 20. فطبعا انا اخدته دوت عنده ب15، فهو سعره حلو، لان اصلا المشروم طول عمره غالي، يعني المشروم بالذات الفريش. تمام. وعنده كان الكابوتشي الصغيرة ب3.5، والكبيرة ب5. في احجام عنده، حجمين كده، حجم صغير وحجم كبير. والبطاطس التحمير الكويسه عامله 4 جنيه. طبعا انا عشان عندي بطاطس ما جبتش، فبس حبيت اقول لكم سعرها برضك. الفاصوليا الخضراء عندي ب15، وعندي ب10 وفي ب15. في 15 دي مثلا في الزيتون ولا حاجه، بتبقى المناطق دي بتبقى عاليه شويه. هي الست هنا عندنا في السوق عم بيعها ب10، وهي سعرها حلو. البسله برضك ب10. تمام. انا بس بحب اقول لكم شويه اسعار للايه، للتفريزات اللي هي رمضان، لو حد حابب يفرز يعني. طبعا انا كنت مفرزه معاكم الفراوله و... وشلتها لرمضان ان شاء الله. وفرزت معاكم برضه كان بسله او انا فرزتها قبل كده معاكم، بس انا ما نزلتش. انا فرزت بسله وفاصوليا خضراء. تمام. يعني حاجات بسيطة. أنا بالنسبة لي أنا يعني أنا عشان إحنا عيلة صغيرة يعني، فحاجات بسيطة يعني، مش حاطة كمية يعني. بس أنا بتكلم للناس اللي بتحب تفرز، اللي هما بيبقوا عيلة، وربنا يبارك يا رب لو في عيلة كبيرة وكده. تمام. خلاص زي ما احنا قلنا لكم كده، دي الأسعار اللي أنا جبتها النهاردة. وفي كمان الموز عامل 10 جنيه. بالنسبة يعني للفاكهة، التفاح عامل 15. تفاح اصفر او الاحمر اللي هو رويال جالا. تمام. دي الاسعار اللي موجوده عندي هنا. انا عندي برضك الخضره 3 مشكل مع بعض ب2 جنيه. انا بس حبيت عشان بيبقى في خضره، الواحد الناس بيبقوا بره والخضره حلوه، يعني الحزمه حلوه مش رفيعه ولا قليله. في ناس كتير قوي بتقولك ان الخضره مثلا بجنيه، وفي ناس كمان والله في حته تانية بجنيه ونص الحزمه الواحده. طبعا انا تفاوت الاسعار ده انتوا عارفين ان ده استغلال. المشكله مع بعض اللي هما التلاتة ب2 جنيه. والكرفس، حزمه الكرفس وحلوه، حزمه كويسه، مش فاضيه يعني، ب2 جنيه. البصل الاخضر ب2 جنيه، الحزمه الحلوه والصغيره خالص، اللي هم بيبقوا فيهم 3 4 بصلات صغنطاطين كده، يعني الحزمه مش مليانه قوي، بجنيه ونص. اللي مليانه وحلوه يعني حزمه بصل حلوه ب2 ونص. دي الاسعار اللي انا لحد دلوقتي. والجبنه القريش ب20. جبنه القريش ب20. انا بحاول افتكر معاكم معلش الاسعار اللي انا شفتها وبقولها لكم. طبعا الجزارين برضك بيختلفوا بالنسبه للحمه. اللحمه سعرها اللي هي الجاموسي، الجاموسي دي بتبقى كبيره، بتاخد سوا، بتبقى ارخص ب95. والكندوس ب120. في ناس بتبقى اقل، وفي اقل من كده كمان، بيبقى في ناس يعني على حسب، يعني ده المتوسط. ايه تاني، طبعا المفروم، بتاخديه المفروم بيبقى في حدود مثلا الكيلو برضك بيبقى في حدود 90 80. يعني النص بيبقى 50، يعني قولي نص 50، يعني لا 45. 45. 45 نص كيلو لحمة المفروم البلدي، ما بنجيبش مجمد. انا مش بنحب المجمد خالص يعني. برضك يا رب اكون افدتكم كده النهارده بشويه الاسعار اللي انا قلتها لكم دي. و... ويا رب يعود عليكم الايام كلها بخير، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم. ويا رب يكون الاسعار دي تكون مناسبه للكل. ودي اسعار اليوم اللي هو اليوم الثلاث.
تنسوش بقى الاشتراك في القناة زي ما قلت لكم، في الزرار تحت الأحمر، أو اعملوا لايك وقولوا لي لو في حاجة عايزين تسألوا عليها أو عايزين تعرفوا سعرها. يلا أشوفكم على خير، باي باي.